في قرية عريقة تدعى متليل الشعانبة، بدأت مغامرة غيرت حياة المسافر رحال. وصلت أخيراً إلى متليل الشعانبة، مدينة هادئة تختبئ بين الصحراء والتاريخ. من اللحظة الأولى أشعر أن هذه المدينة تحمل قصة طويلة. هناك شيء في هذا المكان يجعلك تتوقف لتتأمل. لنبدأ رحلتنا ونكتشف متليلي. رحال يبدأ جولته في الأزقة الضيقة لمتليل الشعانبة، كل زاوية تحكي قصة. هذه الأزقة تجعلني أشعر وكأنني أسير في الماضي. كل زاوية هنا تحمل حكاية من حياة الناس. كل خطوة تقودني لاكتشاف شيء جديد. بعد استكشاف الأزقة يقف رحال أمام المسجد العتيق، قلب المدينة التاريخي. وهنا المسجد العتيق، أحد أقدم معالم المدينة. هذا المكان يحمل روحاً خاصة. البساطة هنا أجمل من أي زخرفة. لنقترب أكثر ونرى هذا المكان عن قرب. عندما دخلت إلى هنا شعرت بسكينة مختلفة. كم من الناس صلوا هنا عبر السنين، حقاً لحظة لا تقدر بثمن. رحال يذهب إلى السوق ليشهد حيوية متليل الشعانبة. التقاليد ما زالت حية هنا. كل شيء هنا يبدو أصيلاً. نعم، إنه حقا مكان أصيل. والآن يصعد رحال التلة ليشهد منظر متليل الشعانبة من الأعلى. وهذا منظر جميل يصعب أن تنساه. مدينة صغيرة لكنها مليئة بالحياة والقصص. الحياة في متليل الشعانبة لا تكتمل دون الواحة، وهنا يكتشف رحال جمالها. هذه الواحة هي سر الحياة، المكان هادئ وجميل بطريقة مدهشة. النخيل هنا يروي قصة الصبر والاستمرار. الهدوء في هذا المكان يجعلني أشعر بالراحة. في قلب هذه الواحة يوجد هذا البئر الذي كان مصدر الحياة للناس. البئر ربما لم تكن هذه الواحة لتوجد. وهكذا تنتهي رحلة رحال اليوم، لكن مغامراته في متليل الشعانبة لم تنتهي بعد. واو! الآن بدأت الشمس تغرب فوق متليلي غروب رائع. كم أحببت متليلي! هذه المدينة الجميلة أصبحت قريبة من قلبي. لكن يبدو أن مغامرتي هنا لم تنتهي بعد. وجب أن أكمل قصتي في متليل الشعانبة.